شنو كاينين اذا كانت في البشره ديالك هاد الحبوب البيضاء اللي كتكون تحت الجلد. الا كانت عندك هاد الحبيبات الصغار تحت الجلد فهنا كنكونوا كنهضروا على المسامات المسدوده، وهذا نوع من انواع حب الشباب الغير ملتهب، وكيخرجوا لنا ملي كتسد لنا المسام بالدهون الاوساخ والجلد الميت. واخا كيبان لنا صغار وما خطيرينش، ولكن دخلت البكتيريا المسام تقدروا تحول لنا لحبوب حمراء وملتهبه. ولكن شنو نقدروا نستعملوا باش نعالجوهم؟ اول حاجه روتين تنظيف المزدوج بالدبل كلينزين، وحاجه ضروريه بزاف اللي كتكون لنا من غسول زيتي ومائي. وهاد الطريقه كتحيد لنا الدهون والاوساخ اللي يمكن ليها تسد لنا المسام. والا كانت البشره ديالك دهنيه او مختلطه جربي غسول الزيتي من انوا. الا كانت البشره ديالك حساسه جربي الغسول الزيتي ديال بيريتو، خالي من العطر ولطيف على البشره. وثاني حاجه نستعملوا ساليسيليك اسيد اللي كيتغلغل لنا في البشره ديالنا مزيان وكينظف لنا المسامات بعمق، بحال بي اتش اي 2% من انوا اللي فيه مكونات كتقوي لنا الحاجز ديال البشره وكتهدئ لنا التهيج. وثالث حاجه نستعملوا الريتينول اللي كيجدد لنا الخلايا وكيمنع تكون الحبوب من الاصل، بحال لا روش بوزي ريتينول اللي ما كيسببش لنا التهيج. ورابع حاجه ضروري ما نتطيب، حيت الروتين ديالنا فيه مكونات قويه وخصنا ضروري مرطب يكون كيليق بالنوع البشره ديالنا.